السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية البسكويت في المنام للمرأة الحامل. البسكويت في المنام للحامل يدل على الحمل بأنثى، وربما دلت رؤية البسكوت في المنام للحامل على سعادتها بحملها والفرج القريب. رؤية أكل البسكويت في المنام للحامل تدل على ولادتها طفل سليم، ورؤية تناول البسكويت بالتمر في الحلم للحامل يدل على الصحة والعافية في البدن. رؤية توزيع البسكويت في المنام للحامل تدل على صلاحها وحسن حالها. أما إذا رأت المرأة الحامل أنها تصنع البسكويت في الحلم فإنها نجاة من الخطر. إهداء البسكويت في المنام للحامل يدل على حل خلاف مع زوجها، ورؤية سرقة البسكويت في الحلم للحامل تدل على مرورها بالمشاكل العديدة. رؤية أخذ البسكويت في المنام للحامل تدل على صلاح ذريتها، وإذا رأت المرأة الحامل أنها تعطي البسكويت في الحلم فهذا يدل على حسن الفعل الذي تقدمه. وإذا رأت الحامل في المنام أنها تتناول الكثير من البسكويت كبير الحجم وطعمه كانت تشتهيه بشدة فهذا يدل على أن هذه المرأة الحامل سوف تنجب مولود ذكر وسوف يكون جميل الشكل والأخلاق. يفسر أيضا بأنه إذا رأت المرأة الحامل في المنام بأنها تشتري الكثير من علب البسكويت لكي تتناولها وتشاهد بأن جميعها فارغة من الداخل وتحزن كثيرا فهذا يدل على وجود بعض المشاكل في حياة هذه المرأة والتي سوف تؤثر على صحتها بطريقة سلبية. يدل رؤية تناول الكثير من البسكويت وكان ذو مذاق سيء أو ذو رائحة كريهة أيضا على بعض المشاكل التي توجد في حياة هذه المرأة. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.